مساء الخير بدردين، مساء الخير لكل متابعينا عبر قناة البلاد. شكرا لك مؤمن، وكذلك يحضر معنا كالعادة محمد شعيب. أهلا بك. السلام عليكم بدر. وعليكم السلام. ليست نهاية العالم. ليست نهاية العالم. بيان سور، هeureusement. شكرا. كاين اشياء بلوز امبورطون كو الفوتبول. أكيد محمد شعيب، وكذلك حتى لو رانا زعفانين. أكيد. فهمت. نبقى جزائريين. سي سور. نعم. احنا ماشي بالفوتبول اللي ولينا نحبوا الجزائر. أكيد. فهمت. أكيد. سنعود للحديث عن هذه المباراة وما جاورها محمد شعيب، ولكن قبل ذلك أرحب بك عبد السلام بوسري، اللاعب الدولي السابق، الهداف التاريخي لمولودية الجزائر. أهلا بك. الله يسلمك بدر، مساء الخير خويا. شكرا لك عبد السلام بوسري، وكالعادة حاج عدلان. أهلا بك. مساء الخير بدر، وتحياتنا لك وكل المشاهدين. شكرا لك حاج عدلان. إذا مشاهدينا الكرام، وكما قلنا قطار المنتخب الوطني يتوقف عند محطة نيجيريا في الدور ربع نهائي من كأس إفريقيا. نبدأ بك عبد السلام بوسري، مباراة اليوم المنتخب الجزائري هل هو الذي كان ضعيفا أم أن المنتخب النيجيري هو الذي كان أقوى خلال هذه المباراة؟ هي ما نقدرش نقولوا ليكيب ناسيونال كانوا ضعاف ولا لا. نعم. ونقدروا نقولوا باللي نيجيريا طحنا كونتر ليكيب تاع نيجيريا كمان عندها نيفو عالي على كل حال، ولكن احنا ماشي ما كناش ضعاف. نقدروا نقولوا كنا على كل حال انا في ماتش موين اليوم، ولكن نشوفوا الشوط الاول داروا المجهود على كل حال، وشوط احنا ضد فريق يعني اللي كان خير منا في دون لاغريسيفيتي فهمت كيفاش، ولكن تاعنا كمان داروا. نظن باللي لا بريمير ميطون ما نقدرش نقول لك داروا تري بون بريمير ميطون، ولكن الشوط الاول كانوا لاباس، كانوا يدافعوا لا بروف. نعم. خرجنا 0-0 اون بريمير ميطون، حنا قلنا بالك اون دوزيام ميطون تتبدل الحاله، ولكن ماشي سهله. نيجيريا ماشي سهله، شفنا عندهم امكانيات لاباس بها، عندهم لاعبين كبار، ولهذا اللي وحنا على كل حال احنا بدينا المقابله بدينا مليحه. وشنو كي شفنا نيجيريا ضغطوا علينا. نعم. سون فير اتونسيون اللاعبين هنا، اللاعبين يقولوا لك بلا ما تخمم تولي اللور وتدافع بور نو با اونكيسي باش ما يسجلوش عليك، تولي اللور. نعم. هكذاك سون فير اتونسيون تولي اللور. ولهذا اللي ما درناش في الهجوم، ما كناش يعني كما لازم الحال في الشوط الاول. نعم. محمد شعيب، امس خلال الحصه قلت انه المنتخب الوطني يجب ان يلعب باربعه مدافعين. مباراه اليوم شهدت دخول فلاديمير بيتكوفيتش باربعه مدافعين، هل كان الخيار الامثل في هذه المباراه؟ دوبي كاع لا كان يلعب باربعه ابار في الماتش تاع بوركينا فاسو وين لا اوبتي بور 4 سيستم، واليوم يلا اوبتي بور ان اوت سيستم اون 4-1 فهمت. نعم. بون سي فري كو صدير كاين لو سيستم هذا سي ان سيستم فليكسيبل، سي ان سيستم تسمى دونطري. نعم. ومن بعد كان لو سيستم ديناميك. نعم. دونك ما يهمش لو سيستم، لو بلوز امبورطون سي لا فورم دي جوار، سي لونغاجمون دي جوار، سي لاتيتود دي جوار. مي اليوم انا نقول باللي لا فيكتوار تاع نيجيريا لوجيك ميتريزي، فهمت. كي تشوف لو ريتم امبوزي بار نيجيريا اللي يلعبوا به، شوف ils étaient plus forts que nous sur tous les plans. نعم. soit sur le plan physique, tactique, psychologique, technique، في كلش. نعم. احنا اليوم ما كناش جوستومون البارح واش قلت باللي لو جور جي لازم نكونوا ملاح في الجور. نعم. اليوم لو جور جي ما كناش ملاح. نعم. دوماج باسكو ما نقولش باللي فرصه راحت لنا، باسكو ما درنا صادير كو ما طبقناش واش لازم نديرو. نعم. دونك سيتي ديفيسيل بور تو الموند اليوم، ما فهمت. بلا ما نهضروا على الاربيط، بلا ما نهضروا على الاربيط، نهضروا بوكو بليس بارابور او جو، واش تاعنا واش قدموا، فهمت. ومن بعد الاربيط سي فري عنده حكايه. نعم. نعم. حاج عدلان، محمد شعيب يقول أنه المنتخب الجزائري اليوم لم يطبق ما كان من المفترض تطبيقه خلال المباراة. هل هذا الأمر راجع اللياقة البدنية للاعبين بعد خوضهم مباراة من 120 دقيقة بيوم بعد المنتخب النيجيري، أم أنه تحضير الناخب الوطني في مباراة اليوم لم يكن في المستوى؟
ماشي ما قدروش يطبقوا، ما قدروش يطبقوا. تقدرش تطبق. لماذا؟ دار استراتيجي بارابور لماذا حاجة الفرص تاع لادفيرسير. يدخل فيه الجانب البدني، يدخل لعب 120 دقيقة وهما كان عندهم نهار زيادة علينا في استرجاع. وهذا ما يبررش على كل حال، ولكن اليوم صراحة اليوم فريق النيجيري كان قوي علينا. كنا تكلمنا البارح قلنا بلي حنلعبوا ضد فريق قوي، واليوم شفنا أكد لنا بلي قوي في لي 3 كومبارتيمون قوي، ما صبرنا حتى حل اليوم. سي فري كو لا كومبوزونت اللي كانت دونطري اريفوار يا ديسكوتي. كاين بالك بعض اللاعبين اللي ما كانوش في اللياقه اللي يقدروا يقاوموا فريق كيما النيجيري. اليوم انا شفناهم صراحه ميتريز تكنيك، لامباكت فيزيك، اندونسيتي دون لو جو، لا فورس ميلو تيرو تاعهم شفنا باللي بدون بالكره يديروا واش يحبوا، لحقوا اللي بوا كيما يحبوا بطريقه. لما تشوف انا صراحه لما تشوف عبد السلام هنا اكد عليها، ان ديفونسور اكسيال يجي يخرج بالكره بسهوله، تحس باللي كاين فرق بيننا وبين الخصم. اليوم شفنا باللي فريق متكامل، كنا عارفين وشفناهم من قبل، ولكن انا نظن باللي ممكن طريقه كيفاش باش قابلناهم تقعد علامة استفهام. محمد تكلم على بعض اللاعبين اللي ما كانوش في الفورما هذه، يعني يقدروا يكونوا ما يقدروش يكونوا اساسيين اليوم. كاين ديزيكيليبر، كاين دي زيليمون اللي ممكن اليوم ما يقدروش يكونوا اساسيين. تكلمت انت على 4 مدافعين، مفروض عليك تلعب 4 مدافعين. لما يكون عندك 3 مهاجمين اللي كانوا اليوم 3 مهاجمين، ادامس ولقمان وزيمان، المفروض تكون ب4 مدافعين. وشنو يكونوا 4 مدافعين واجدين 100%. نوري اليوم ما شفناش، ما كانش واجد. كان ممكن يكون بالنسبه في الظهير الايسر ويكون بالعيد مع مندي. ممكن ان يقول بعد المباراه نقدروا نتكلموا نمدوا عده حلول، ولكن اليوم صراحه انا شخصيا لما تلعب مع فريق كيما هذا قوي وتخسر، قبيله قلت له انت ماشي نهايه العالم. نتعلموا من هذه الانهزامات، لازم نتعلموا باش نتقدموا ونقولوا باللي ما نساوش باللي زوج لي دو كوب دافريك الاخرانيين خرجنا بريمي تور. اليوم رانا في كارت فينال، ولما تخرج مع فريق كيما هذا ممكن هذا هو بالك الفيتور شامبيون دافريك في هذه النسخه. نعم. لما تخرج مع فريق كيما هذا تقول باللي مازال لي المارش دو بروغريسيون مع السن تاع اللاعبين تاعنا اللي لا موين داج اونتر 22 و 25 ans. نعم. مي يفو تيري لو رونسينيمون بور بيان افونسي ريكتيفي لي زيرار. شوف الحاجه هي وين ربما بنادم يغيض الحال كي تلعب لا كومبوزونت، تلعب ب4-1 ومن بعد تصبح ب4-4-2 وعندك لي 2 اكسونتري ما يخدموش الخدمه تاع دي زيكونتري صح. باسكو ليكسونتري لازم عنده ان كولوار وين لازم يخدم. اليوم احنا ما شفناش شايبي يخدم بزاف في الكولوار تاعو، فهمت. محرز خدم سي بلون ديفونسيف كاع، فهمت. وقعد وحده شكون قاعد عمورا يروح بريسي، ماشي بريسي، غالونتيغ لا سورتي تاع الاخر، يبدا يجري منا كاع في لي زيسباس ومنا كاع سي اوزي بور ريان، فهمت. ومن بعد كيكون ذكرت محمد، ذكرنا البارح قلنا نديروا استراتيجي باسكو الخصم قوي، ولكن لما نسترجعوا الكره ماشي غنجيبوها نعاودوا نمدوها لهم ومن بعد نقعدوا. ها واش رانا حنا سيرتا مومون بريمير ميطون شفنا باللي الكارديان البيت وقيلا 30 مينيت باش مس الكره. نظن باللي نوعا ما هذو الغلطات اللي صراو اللي خلاو باش هما يمونطون بويسونس. وحسينا باللي محمد انا صراحه جينا سنيناهم بلوك با وكنا حابين نروحوا بلي زاتاك بلاسيو بلي كونتر اتاك، نديروا بريسينغ ساعات. مش غياب اسماعيل بن ناصر من ناحيه اصلا من ناحيه سي البلون لا فريش سي بلون فيزيك ما كناش منه. ماشي كاع كاين دي زيليمون اللي كانوا لاباس دوتر نو. هنا اللي صرا ديزيكيليب. نعم. سنعود للحديث اكثر عن سنعود للحديث اكثر عن لاعبي المنتخب الوطني. ممنى يتقاسي باش ندخلوك معنا كذلك في النقاش اليوم.
الآن بعد نهاية مشوار المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي أمام منتخب نيجيري، يجب الاعتراف بأنه منتخب قوي وقوي جدا، يمتلك العديد من الأسماء اللامعة في البطولات الأوروبية خاصة في البريمير ليج. نعم. قبل بداية مشوار المنتخب الوطني في هذه الدورة كانت هنالك بعض التطلعات. الآن بعد نهاية المشوار بتحقيق 4 انتصارات وخسارة أمام منتخب نيجيريا، كيف تقيم حصيلة المنتخب الوطني في هذا الكان؟ نظن أن حلم النجمة الثالثة توقف في الربع النهائي لعدة أسباب اليوم في هذه المباراة. لأن المشوار كان جيد مقارنة بما شاهدناه من مباريات ممتازة من المنتخب الوطني، تغييرات في نمط اللعب، تغيير في أسلوب اللعب، تحكم كبير من الجانب التقني من فلاديمير بيتكوفيتش. ولكن اليوم طحنا أمام منتخب خليني نقول من أسياد إفريقيا. نحن لم نرى المنتخب الجزائري يلعب بهذا المردود الهزيل منذ مباراة السويد، أقولها بكل صراحة. منذ مجيء الناخب الوطني بيتكوفيتش خسرنا مع غينيا في موندينا، بصح درنا ديزاكسيون دردين، لعبنا درنا ديزاكسيون، راتينا درنا ديزاكسيون، خسرنا 2-1 صارف. لعبنا مع السويد شوط اول كارثي 4-0 في شوط واحد تقريبا، وفي غياب 4 مهاجمين، في غياب نجوم المنتخب السويدي. صحيح اليوم طحنا مع نيجيريا في شوط اول، يعني كان عندنا كما يقولوا لافيرتيسمون تاع الشوط الاول. لعبنا بطريقه ساعدت المنتخب النيجيري. ماذا قلت البارحه؟ هنا في البلاطو قلت اكبر قوه للمنتخب النيجيري هي الهجوم. يجب عزل المهاجمين بتركيبه تمنع المدافعين من اخراج الكره وايصالها الى الوسط الميدان اللي تحدثوا عليها الزملاء. قال لك وسط الميدان ما شاء الله يطلع البالون ويصيب صحابه بالخف في الاطاك. حب يقول البريسينغ تاعنا تاع لي زاتاكون خويا عبد السلام ما كانش. هذا هو الخطا الاول التقني. داكور. دوزيام ايرور سي كوا؟ سي فيزيك. اون طري مال جيري لو فولي فيزيك. حبينا ولا كرهنا باش واش كاين داخل. اليوم تشوف منذ بدايه المباراه اخي بدردين كان فيه كأن اللاعبين فاشلين. هل ربما نيجيريا ريحت كوادرها بفوزها موزمبيق 4-0 في ظرف وقت 60 ولا 65 دقيقه، كانوا يحسموا المباراه بالنقدين. هذا شيء يدل على حاجه عبد السلام، ونخلي لك الكلمه. يدل اننا بدنيا اليوم خسرنا نهار 120 مينوت وزيد ما لعبناش كيما تقولي ما نقدروش نديروا بريسيك. مي خويا العزيز نقدر نكوبي لي سيركويت باس باش ما يخرجش البالون. عبد السلام بوسري هما بريساونا ديال ديبار بريساونا. علاش حنا ما قدرناش لعبنا بوغبا اوني تو اوبليجي سيفوا علينا نلعبوا اللور علاش؟ باسكو قويين ديجا ils étaient plus agressifs وفي وسط الميدان كانوا خير منا على كل حال. دونك حنا باش ما ننكيسيوش نوليو اللور اوني اوبليجي. هذه سياسه تولي اللور بلا غردك. دونك ولينا اللور اون سوبي. لماذا؟ باسكو هما دابور لي زاتاكون تاعهم كانوا يلعبوا القدام وحنا ميليو تيران ثاني في 4 كانوا في الوسط. دونك كان ميليو تيران معمر تاعهم. دونك وحنا اوني اوبليجي دو ريفونير بور نو با انكيسي. علاش اون بريمير مي طون في الشوط الاول لعبنا اللور باسكو حبينا ما ننكيسيوش. قلنا افيك لو طون بالك ننكيسيوش وهما اكزاكتومون وهما كانوا يبريسيو. اون دوزيام مي طون شفت كيفاش دوماج. عبد السلام بوسري خليني نبقى معك. عبد السلام بوسري لما شاهدنا الشوط الاول في التلفاز الجميع قال انه المنتخب الجزائري بين قوسين سلك من الهزيمه في الشوط الاول. صح. سلكنا ما تلقيناش اهداف في الشوط الاول، مباشره مع دخول الشوط الثاني تلقينا الهدف. ماذا كان ينتظر بيتكوفيتش من اجل اجراء على الاقل تغيير او تغيير سواء في التركيبه البشريه او على مستوى طريقه لعب المنتخب الوطني، خاصه وهو الذي اعترف اليوم باخطائه في هذه المباراه؟ انا نظن على حسابي يقول لك الشوط الاول ما بدلش، يقول لك نشوف الشوط الثاني كيفاش يبداو لا رياكسيون تاع ليكيب تاع فينالمون الى ترو تاردي. نظن باللي
طول شويه باش دار شونجمون. هو ان برانسيب دير ديبار بالك 5 10 مينوت يشوف الحاله هكذا يبدا يدير شونجمون، باسكو شفنا باللي اللاعبين تالمون كانوا يديروا بزاف كيما عموره، كيما كانوا يديروا بزاف لي زابيل بور ريان. فهمت كيفاش؟ على بها عياو وهما يفو دير سكيلوني ثاني. نيجيريا كانوا منظمين.